يا ريت حد يجاوبني ويعرفني يعني ايه. يعني ايه احنا بنكسب بشأنها يا صبري؟ ايه علاقتها بالحدث؟ ايه علاقتها وايه مغزاها من الحدث؟ حضرتك بتلعب في الكونفدرالية في اول مباراة ليك، في مباراة سميتها وداعية محمد صبري، الله يرحمه ويصبر اولاده ويصبر كل محبينه على فراقه، رحمة الله عليه في الجنة ان شاء الله ونعمها. ولكن ماذا تعني احنا بنكسب بشأنها يا صبري؟ ايه علاقتها بالحدث؟ ايه علاقتها بالموضوع؟ ايه علاقتها بواحد توفى؟ اللي انا اعرفه في حدث زي ده بنكتب الله يرحمك يا صبري، بنكتب هتوحشنا يا صبري، بنكتب في الجنة يا صبري، بنكتب لن ننساك يا صبري. ولكن ايه علاقة احنا بنكسب بشأنها يا صبري بالموضوع اساسه؟ يعني اساس الموضوع او اساس الحدث اللي قائم، ايه علاقة الكلمة اللي مكتوبة يعني؟ دي متاجرة، دي متاجرة، دي متاجرة بواحد متوفي. انت بتستغل الحدث ان انت بتدعي مظلوميتك، انت بتستغل الحدث ان انت تثبت للجميع ان انت فاشل، انت بتستغل الحدث ان انت تبين للجميع ان انت نادي ضعيف، انت بتستغل الحدث وبتدور لنفسك على شماعة علشان تعلق عليها فشلك، انت بتستغل وفاة لاعب عندك اسطورة علشان تثبت فشلك، علشان تثبت قد ايه انت ضعيف، علشان تثبت قد ايه انت بلا حيلة، علشان تثبت قد ايه انت فاشل. ايه علاقة الموضوع بالكلمة؟ ايه علاقة احنا بنكسب بشقانا يا صبري بليلة سميتوها ليلة وداعية محمد صبري؟ حد يرد عليا ويفهمني ايه المغزى من الكلمة دي. البقاء لله، والف رحمة ونور عليك، وربنا يصبر اولادك على فراقك.